السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناتي قناتنا نهوم. يا رب تكونوا بخير داخل وخارج مصر، بحبكم كتير في الله. هنعمل مع بعض النهاردة حاجة جميلة خالص. هنعمل الشريك بالعجوة، بالعجينة الجميلة القطنية دي اللي مفيش أبسط منها، وهتطلع معاكي جميلة. والنتيجة هي ما شاء الله ما شاء الله. شايفين طرية ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، وجميلة ما شاء الله. عجينة روعة روعة، أحلى من بتاعة الأفران كمان. وفي بيتك وحاجتك والمكونات بتاعتك. وشايفين ما شاء الله السوا من فوق ومن تحت تحفة تحفة صراحة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لازم تجربوها، لازم تعملوها. أولادكم هيفرحوا وزوجك هيفرح بيها وكل حبايبك هيفرحوا بيها. حاجات جميلة تعمليها في بيتك. شايفين أنا عاملة حوالي 4 أشكال ما شاء الله، وتشكليها زي ما انت عايزة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوف معانا ايه. معانا 4 كوبايات دقيق، ومعانا حوالي 4 مكعبات زبدة، يعني حوالي معلقتين كبار، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ومعلقتين كبار ونص سكر، وواحد بيضة، ومعلقة خل، ورش ربع معلقة ملح وفانيليا. ومعانا كوباية أو فنجان كبير، مج كبير لبن رايب، وممكن بداله زبادي، وممكن بداله لبن عادي، وممكن مية. دلوقتي حطينا ربع كوباية مية مع معلقة الخميرة ومعلقتين ونص السكر، وهنسيبهم شوية عشان الخميرة تخمر. يعني مش هنسيبهم كتير، بس هي عملت ايه فوم كده بسيط. هنضيف الملح، وهنضيف معلقة الخل. تمام كده، وهنقلبهم ندوبهم كويس خالص. وهنضيف البيضة، وهنضيف عليها كيس فانيليا. البيضة دي اختياري، عايزة تضيفيها تضيفيها، مش عايزة تضيفيها خلاص مفيش مشكلة. انا عاملة كمية صغيرة عشان كده ضفت البيضة. تمام. وهنضيف اول كوباية دقيق، وهنقلبها برضو. وتاني كوباية، وهنضيف جزء من اللبن الرايب، وهنضيف كوبايتين التانيين، وهنضيف معلقة البيكنج باودر الصغيرة. معلقة الخميرة كبيرة ومعلقة البيكنج باودر صغيرة. للمقدار ده 4 كوبايات. هنشتغل بقى بايدينا، نسيب المضرب بقى، وهنضيف بقية الكوباية بتاعت اللبن الرايب. تمام كده. ودلوقتي هنضيف حوالي معلقتين لبن رايب زيادة، وهنلم العجينة كده. وهنضيف الزبدة، حوالي 4 مكعبات زبدة. الزبدة بتعمل طراوة في العجينة وبتخليها جميلة جدا. ما انا مش هنحط زيت، الزيت بس هنحطه فوق الوش كده لما نيجي نسيب العجينة تتخمر بس، لان الزيت بينشف شوية، لكن الزبدة بتطري العجينة. وهنغطيها، نسيبها تخمر، وهنغطيها بالفوطة كمان عشان تدفى خالص، عشان احنا في الشتاء. ودلوقتي هنعمل مع بعض العجوة بتاعتنا او التمر المفروم. وهنضيف برضو زبدة، وهنضيف سمسم، وهنعجنهم كويس علشان نشكلهم، عشان دول اللي هنستخدمهم في الحشوة. ده حوالي نص قالب، يعني كان عندي قالب فده نصه كده. ودوبك يعني هو كفى الحمد لله، يعني المقدار مظبوط الحمد لله. هنعمله صوابع كده عشان حسب الشكل اللي انا هشكله. انت براحتك تشكلي زي ما انت عايزة، مفيش قانون ولا في الزام ولا في حاجة خالص. خلاص العجينة بتاعتنا خمرت، سيبناها تريح شوية، مش اقل يعني، سيبيها مش اقل من نص ساعة. شايفين ما شاء الله العجينة بتمط ازاي وجميلة معانا خالص ازاي. دلوقتي هنحط على مفرش العجين هنحط شوية زيت عشان تسهل في في عملية الفرد
والتقسيم. وهنعجن شوية، هنعجن العجينة شوية. شايفينها ما شاء الله ملساء ازاي وجميلة ازاي. عجينة روعة روعة روعة، هتعجبكم بإذن الله. جربوها وبنصحكم والله تجربوها، ما تكسلوش ابدا. وبعدين الشتاء ماما الله يرحمها كانت تقول الشتاء يحب الخبيز العجين. عشان ايه؟ انت بتدفي وانت بتعملي بتبذلي المجهود ده يعني اكتر من الصيف صراحة. دهنا الصواني بتاعتنا وهنبتدي بقى نشكل العجينة بتاعتنا. هنقسمها كده اول مبدئيا كده 4، وبعد كده هقسمها بقى ايه تقسيمات ايه تانية. هنكورها كده ونلفها، وهيطلع معانا العدد الجميل ده اللي بالشيء الفلاني بره. حوالي 11 قطعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وممكن تصغريها أكتر من ان أنا عاملاها، بس يعني هو ده المقاس المناسب اللي بنشوفه في الأفران وبنحب نشتريه. هنمسك واحدة واحدة بقى ونفردها، وهنعمل 4 أشكال. وهنفردها، نحاول نخليها مستطيلة شوية. وبعدين هنجيب العجوة وهنلفها كده ونقفلها كويس. وبعدين بالمقص بقى هنعمل شكل الترس الجميل ده اللي احنا بننبهر بيه وبنبقى عايزين نشتريها على طول. ما شاء الله ما شاء الله. ده اسمه التعب اللذيذ، التعب الجميل اللي بتبسطي بيه حبايبك، وانتي بتبقي سعيدة بالنتيجة لا شك يعني. لان النتيجة فعلا فعلا مبهرة مبهرة مبهرة. وهنعمل شكل اهو، الشكل هو ده الترس برضو. لا بس هنلفه كده. ايوه، وهنقصه بالمقص. تمام كده. وهنحطه في الصينية. لازم يبقى فيه تباعد شوية في الصينية، لازم، عشان هي بتخمر. كل ما بتسيبيها بتخمر، كل ما شوية تخمر. وهنفرد اهو برضو مع بعض. دلوقتي بقى ده شكل جديد. في اشكال كتيرة اوي، انتي بدعي كده واعملي اللي انتي عايزاه. انتي فنانة، فنانة بيتك انتي. اهو ما شاء الله ما شاء الله. ابهريهم وابدعي. ده برضو ده لا هنعمله برضو الترس ده، بس هنقفله برضو كويس كده. هنلفه لفة عادية، بس لفة تانية، بس هنقصه برضو زي الترس. ممكن بالمقص وممكن بالسكينة، اللي متوفر عندك مفيش اي مشكلة. وبرضو ده شكل برضو. ده بقى هعمله ايه شبه طاقية السلطان اللي هي طالعة دي. بصوا بنلف الاطراف دي ونلفها ايوه كده. وبعد كده بقى هنلفها بقى كلها مع بعض كده ونقفلها كويس اهو. بصوا شكل جميل ازاي كده. 4 اشكال. وده برضو الشكل اللي عملناه قبل كده. وهنلفه الشكل اللي عملناه قبل كده ونلفه، اللي هو اللي كان طولي بالطول كده. هنعمله وهنلفه دايرة كده. تمام. وهنشتغل برضو في الشكل ده. هتفرديها كده بالمردانة او النشابة. وهنحط العجوة بتاعتنا وهنلفها وهنقفلها كويس. يعني هي بتخمر وبتتلم بعد كده، بس يعني الافضل ان انت تلفيها كويس. وهنقصها بالمقص. ده شكل الترس.
خلاص تمام كده، حطيناها رصيناهم في الصينية. دي بقى اخر واحدة، خلاص اخر واحدة واخر العجوة. سبحان الله. تمام كده. برضو دي زي طاقية السلطان، بس هنسيبها بالشكل بتاعها ده الطولي ده. يعني تقريبا انا عاملة تقريبا 4 أو 5 اشكال يعني. اتفنني واعملي اللي انت عايزاه. وهنغطيها بقى خلاص، الصواني هنغطيها بقى، تسيبها تخمر شوية وايه، ونفتح الفرن 10 دقايق بس، مش اكتر من كده. بس قبل ما ندخلها بقى الفرن، هنحط لها صفار بيضة مع فانيليا عشان الوش يحمر كده وياخد لون جميل. وهنرش عليها سمسم. براحتك خالص، عايزة ترشي سمسم رشي، مش عايزة خلاص. تمام. هندهنها كده بالصفار البيضة، بس بتفرق كتير صراحة. وهنضيف السمسم بتاعنا. السمسم طبعا مش متحمص، عشان هو هيدخل الفرن لسه، هياخد الوش. وهنعمل الصينية التانية واحنا فاتحين الفرن اوريدي يعني. هنحطها في الفرن، مش هتاخد وقت ان شاء الله، يعني بالكتير قوي نص ساعة. بتفتحيها الاول، بتحطيها في النص، وبعد كده بقى بتفتحي من فوق عشان تحمري الوش بالطريقة الجميلة دي، ويطلع معانا القمر ده الروعة ده، الحاجة فطار وعشاء وكل حاجة. ده يعتبر سندوتش اصلا يعني. بألف هنا وشفا. وشايفينه طاري ازاي، طاري ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لازم اول ما تطلعيها من الفرن تغطيها على طول. ايوه، عشان تفضل طرية كده وجميلة. وبعد برضو ما ترصيها خلاص، تحط لها برضو الفوطة وتغطيها عشان تفضل طرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديو جديد سهل وسريع ومفيد. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.